السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة جديدة من قناة السعودية اليوم. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتحفيزنا بعمل لايك للفيديو. سلطت صحيفة روسية الضوء على الحرب التجارية الشرسة التي تشنها السعودية ضد تركيا وسط مخاوف من خطوات مماثلة من الإمارات والبحرين. وذكرت صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا ثمة بيانات تفيد بتطبيق السعودية هذه الأيام حظرا غير معلن ولكنه قاطع على استيراد السلع المنتجة في تركيا. فقد ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية نقلا عن تجار الملابس أن السعودية منعت فعليا جميع واردات المنتجات من تركيا. وأضافت: لم يدرك المصدرون الأتراك وجود مشاكل في الواقع إلا عند إيقاف البضائع على الحدود السعودية، وفقا لما نشره موقع روسيا اليوم. وفي هذا الصدد وصف مدير البرنامج التركي في الصندوق الأمريكي للدفاع عن الديمقراطيات النائب السابق في البرلمان التركي أيكان إرديمير لنيزافيسيمايا جازيتا هذا الحظر بأنه تصعيد آخر للصراع بين التكتلات الإقليمية. وقال إرديمير: دول الخليج الأخرى بما فيها الإمارات والبحرين قد تقتدي بهذا النموذج فتدخل إجراءات عقابية مماثلة ضد تركيا. وفي الأسبوع الماضي دعا عجلان العجلان رئيس غرفة التجارة السعودية غير الحكومية لمقاطعة المنتجات التركية ردًا على ما وصفه بأنه العداء المستمر من جانب تركيا. ورسميًا نفت السعودية صحة تقارير تحدثت عن قرار رسمي بحظر دخول المنتجات التركية إلى المملكة، وفقًا لوكالة رويترز التي نقلت عن المكتب الإعلامي للحكومة السعودية إن الحكومة لم تفرض أي قيود على المنتجات التركية في إطار التزام المملكة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية واتفاق التجارة الحرة. وقالت السعودية إن التجارة بين البلدين لم تشهد تراجعا ملحوظا باستثناء الأثر العام لتداعيات جائحة كورونا. في المقابل وفي 10 أكتوبر تشرين الأول الجاري كشف بيان مشترك لروسيا أكبر 8 مجموعات أعمال تركية تلقيهم شكاوى من شركات سعودية، وذلك بإجبارها من جانب الحكومة السعودية على توقيع خطابات تلزمها بعدم استيراد بضائع من تركيا. كما شكت المجموعة التركية من استبعاد المتعهدين الأتراك وذلك من الصفقات الرئيسية السعودية. وتضم المجموعات الموقعة على البيان المشترك شركات تصدير منسوجات ومقاولين ورجال أعمال بارزين ومسؤولي نقابات عمالية ومكتب العلاقات الاقتصادية الخارجية وأيضا جمعية المصدرين واتحاد غرف وبورصات السلع. وقال رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية نائل أولوباك في تصريح صحفي يوم 2 أكتوبر تشرين الأول الجاري إنه تلقى معلومات من أعضاء اللجنة بمقاطعة السعودية للمنتجات التركية اعتبارا من الأول من الشهر الجاري. ويعتقد مراقبون بوجود صلة بين الحملة السعودية شبه الرسمية لمقاطعة المنتجات التركية وبين احتمالات دخول بضائع إسرائيلية إلى السوق السعودية عن طريق البحرين والإمارات. ويستدل هؤلاء على ذلك بالتقارب غير الرسمي وغير المباشر بين السعودية وإسرائيل بعد أن وقعت الإمارات والبحرين الحليفتان الأكثر قرباً للمملكة اتفاقيتين في واشنطن منتصف سبتمبر أيلول الماضي لتطبيع علاقاتهما مع إسرائيل. أشاد الكرملين بالتعاون النفطي بين موسكو والرياض، وقال إن المحادثات بين قيادتي روسيا والسعودية لتحقيق الاستقرار في سوق النفط أثبتت فعاليتها، لذا تظل المسألة من بين قضايا الساعة. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحفيين إن فعالية التفاعل بين روسيا والسعودية على صعيد الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط أثبتت مرارا وتكرارا، وبالطبع فإن الوضع في أسواق النفط مدرج تقليديا على أجندة المحادثات بين الرئيس وولي العهد والملك. وجاء تصريح بيسكوف تعليقا على عبارة تبادل مفصل لوجهات النظر حول الوضع الراهن في أسواق الطاقة العالمية التي أدلى بها الكرملين عقب محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وبحث الرئيس الروسي وولي العهد السعودي خلال الاتصال الهاتفي قضايا التعاون الثنائي، بما في ذلك التعاون المشترك في مجموعة أوبيك بلس، حيث شدد الطرفان على أهمية استمرار العمل المشترك. أعلنت وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعة العسكرية السعودية الأربعاء عن تدشين وتوطين أول زورق اعتراضي سريع من نوع HSI 32 مصنع محلياً، بالإضافة إلى تدشين أول حوض عائم. وجاء الإعلان ضمن خطة توطين الصناعة العسكرية في المملكة، حيث سيتم تصنيعها وتوطينها محلياً وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية، بالتعاون بين شركة CMN الفرنسية وشركة الزامل للخدمات البحرية. وشهد حفل الإطلاق بمقر شركة الزامل للخدمات البحرية في المنطقة الشرقية حضور عدد من القيادات العسكرية العليا في المملكة، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من الجهات ذات العلاقة. من جهته قال محافظ الهيئة العامة للصناعة العسكرية أحمد العوهلي إن صناعة وتوطين منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة من نوع HSI 32 يأتي ضمن توجه الهيئة الاستراتيجي على صعيد تحقيق الأولوية الوطنية ووضع التشريعات الخاصة، وذلك بإرساء عقود التصنيع العسكري ودعم وتمكين المصنعين المحليين وتطوير الشراكات المحلية الواعدة. وأضاف إن المنظومة ستهتم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية للقوات البحرية السعودية، كما ستسهم في تعزيز قوة الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية. بدوره أشاد رئيس مجلس إدارة الزامل عبد الرحمن الزامل بالشراكة مع القوات البحرية الملكية السعودية وثقتهم ودعمهم للمصنع المحلي وبالعلاقة الاستراتيجية مع شركة CMN الفرنسية، لافتاً إلى أن الحدث يترجم إحدى أهم أهداف رؤية المملكة 2030 نحو القطاع. يذكر أن هذه الدفعة من منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة هي أول دفعة مصنعة محلياً، وتأتي امتداداً لدفعات سابقة استلمتها القوات البحرية الملكية السعودية من شركة CMN الفرنسية عبر اتفاقية موقعة بين الطرفين تتضمن تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع HSI 32، وذلك بحيث يتم تصنيع جزء منها في فرنسا والجزء الآخر يتم صناعته ونقل تقنيته محليا إلى المملكة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الرياض وباريس في مجال التصنيع والتعاون العسكري. كشفت الجهات الأمنية بمكة المكرمة البحث عن المفقود أمير المفرجي 16 عاماً، وذلك بعد الإبلاغ باختفائه من منزله بالشرائع. ونشد ذوو المفقود المساعدة في البحث عنه بعدما فقد منذ يوم الأحد الماضي إثر خروجه من منزل ذويه. وقال ذووه في تصريح لسبق إنهم أبلغوا شرطة الشرائع باختفاء ابنهم أمير المفرجي، مشيرين إلى أنه كان يرتدي تيشيرت أسود وسروال جينز. ونشدت أسرته من يعثر عليه إبلاغ أقرب مركز شرطة أو التواصل مع عائلته. تمكنت الطفلة المعجزة حنين من حفظ القرآن الكريم كاملا وهي في عمر 6 سنوات، مشيرة إلى أنها حفظته في إحدى المدارس التابعة لجمعية مكتون لتحفيظ القرآن بالعاصمة السعودية الرياض. وأكدت والدة الطفلة أنها كانت تحلم بأن تصبح ابنتها حافظة للقرآن الكريم، وأشارت إلى أنها بدأت في تحفيظها السور القصيرة في عمر عامين. وقالت الحفظ الفعلي لكتاب الله بدأ منذ أن بلغت حنين عامها الثالث. وأوضحت أنها استغلت فترة الحجر المنزلي ومكوثها في المنزل معها في تحفيظها جزءا بعد آخر من القرآن، وأحيانا كانت لا تستطيع إكمال الجزء فكانت تكتفي بالنصف. ونوهت إلى أنها بدأت في تحفيظها من سورة يونس حتى أتمت حفظ القرآن بالكامل. انضمت الأمم المتحدة إلى قائمة الذين عبروا عن صدمتها من جراء الجريمة المروعة التي طالت فتى يبلغ من العمر 16 عاما في محافظة الزرقاء شرق العاصمة الأردنية، وفجرت قضيته غضبا عارما وتسببت بتدخل الملك عبد الله. وقالت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة اليونيسيف في عمان تانيا شابويزات إنها تشعر بالصدمة والحزن لما جرى للفتى الأردني، ولقيت جريمة خطف الفتى وبتر يديه وفق عينيه من قبل 10 أشخاص على خلفية جريمة ثأر سابقة
لا علاقة له بها، غضبًا واسعًا في الأردن والعالم العربي من هول الجريمة التي وثقتها الكاميرات. وحسب موقع سكاي نيوز عربية، قالت تانيا شابويزات ممثلة اليونيسيف في الأردن تشعر بالصدمة والحزن جراء العنف المروع الذي تعرض له طفل يبلغ من العمر 16 عاما في الزرقاء. وأضافت شابويزات: العنف ضد الأطفال غير مقبول على الإطلاق، إنه وباء يهدد المجتمع مثله كمثل جائحة فيروس كورونا. وتابعت: ستواصل اليونيسيف دعم المجتمعات والجهود الوطنية لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال. وتعرف اليونيسيف الوكالة التابعة للأمم المتحدة الطفل بأنه أي شخص يقل عمره عن 18 سنة. وتقول المنظمة الدولية إن حق الأطفال في الحماية من العنف منصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل، ومع ذلك فإن مليار طفل يتعرضون إلى نوع من العنف العاطفي أو البدني أو الجنسي كل عام بحسب موقع اليونيسيف. وانتشر خبر الجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو للفتى وهو جالس على قارعة الطريق والدم ينزف من عينيه ويسيل من يديه اللتين قطعتا من الساعدين وتم ربطهما بقطعتي قماش للحد من